فيها من الادوات من الاسلحه كتير من الادوات اللي هي قدروا ان هم يكتشفوها وقدروا ان هم يعرفوا ليها حفريات وليها اشكال كتيره كانت موجوده غير اللي كانت موجوده طبعا على في البرديات موجوده على جدران المعابد. رياضه اللوتس انا من سنه 84 بدات في ان انا يعني ادرس الفنون القتاليه بصفه عامه، واكتشفت بطريق الصدفه المعدة ان الحضاره المصريه كان فيها فنون قتاليه كتير، ووصلنا لجزئيه رياضه اللوتس بالوضع الحالي اللي هي عليه. حضرتك يعني معنى كده انك انت قريت رياضه اللوتس وانت عندك 14 سنه. يعني ايه اللي خطر على بالك انك تقرا رياضه اللوتس او حاجه كنت بالمصادفه جت بالصدفه في ايه؟ المراجع اللي انا كنت بتداولها في الفتره بتاعت الثمانينات كانت عن الفنون القتاليه اللي كانت موجوده وقتها، الكاراتيه والتايكوندو والكونغ فو والالعاب الثانيه كلها. طبعا بطريقه الصدفه لقيت مراجع عن الحضاره المصريه، اكتشفت ان فيها صور لاسلحه وصور لادوات وصور وعرب، وكان في ترجمات لكتب كتيره شفتها بعد كده من مكتبه كليه الاداب جامعه اسكندريه، ان في تاريخ مسلسل للحروب المصريه القديمه قدر ان هو يحافظ على الحدود بتاعت الامبراطوريه المصريه القديمه، وقدر ان هو يوصل للدول الثانيه وكانت موجوده محيطه بمصر ويحقق نجاحات في الحروب بتاعته. طبعا مصر القديم قدر ان هو يكون جيش باستعداد استراتيجي وحجم كبير جدا، وانه ينظم اعداد كبيره من المقاتلين المصريين، ودي كانت في التاريخ القديم حاجه كويسه جدا ان اول حضاره الجيش بتاعها من اهلها مش جنود مرتزقه من دول ثانيه. طيب حضرتك تعرف المجتمع ايه هي مميزات رياضه اللوتس؟ رياضه اللوتس طبعا مبدئيا هي رياضه فرديه وجماعيه في نفس الوقت، بمعنى ان هو الشخص هيقدر ان هو يتدربها بطريقه فرديه زي ما انا بدات اتدربها برضه لوحده في البيت او في بيته او مع زميله في مكان مثلا في جنينه في حاجه، وبالتالي احنا هنا بنوصل لفن قتالي يمكن ممارسته سواء بطريقه فرديه داخل المنزل او خارج المنزل في جنينه في بيت، وده بيدي صلاحيه ان الفن القتالي ده يقدر الشخص ان هو يتدربه. لو زي اي دوله ثانيه هيقدر ان هو يصحى الصبح، يقدر ان هو يتدرب يعني منظومه معينه من التمرينات يقدر ان هو يقوي بيها جسمه، يقدر ان هو يطور بيها صحته، يقدر ان هو يبدا يومه بنشاط رياضي معين مستمد من الحضاره الاصليه بتاعته، سواء كان لوحده او بمشاركه زميل معاه او بمشاركه مجموعه من الزملاء معاه، زي اي دوله اجنبيه. اي دوله اجنبيه الناس بتصحى الصبح بتبدا بالرياضه. يا ريت مصر برضه نصحى الصبح نبدا بمكونات رياضه اللوتس. هل طبيعه اللعبه دي تعتبر لعبه جماعيه ولا لعبه فرديه ولا فرديه جماعي؟ لو الشخص مارسها بصوره فرديه بيقدر ان هو يمارس اجزاء كثيره جدا من اللعبه، المهارات الاساسيه كلها، المجموعات الحركيه الفرديه، اللعب التدريب يعني الادوات واستخدام الادوات اللي موجوده فيها ال 12 سلاح. لو هو استعان بزميل قصاده هيقدر ان هو يطبق الحركات دي برضه مع زميل، يبقى هو كده كرياضه فرد ضد فرد. لو معاه مجموعه من الزملاء هيقدروا المجموعه ديت ان هم يقدروا يمارسوا الرياضه فرد ضد مجموعه او مجموعه ضد مجموعه كشكل جديد من اشكال القتال. مش جديد دلوقتي، هو كان اصل الفنون القتاليه، يعني كانت مجموعه ضد مجموعه. في الحروب القديمه عدد كبير جدا من الناس بيتقاتل مع عدد كبير جدا من الناس، احنا هنا قنناها وقلنا ممكن ان اربعه يشتغلوا مع اربعه على الفرصات بقواعد محدده في اللعب في رياضه اللوتس، فبالتالي اللعبه دي ممكن ان الشخص يمارسها فردي او يمارسها بمشاركه زميل او يمارسها مجموعه زملاء مع مجموعه زملاء. طب حضرتك تحكي لنا بقى ايه المشاكل اللي قابلتك في اشهار اللعبه دي من البدايه لحد دلوقتي؟ هو مبدئيا انا لما بدات استوعب ان الحضاره المصريه فيها فنون قتاليه وبدات ان انا ابحث في الموضوع ده، كانت العقبه عقبه فنيه. العقبه الفنيه في ان انا اقدر ان انا استمد المعلومات الاساسيه كمصادر معلومات مؤكده، ان انا اقدر ان انا اطورها واوصل بيها للمرحله اللي هي عليها دلوقتي. الحاجه الثانيه انه المعلومات بدات لما كنت اطبق اللعبه على ارض الواقع. طبعا في ارض الواقع كان في مشكله ان ما فيش اماكن للتدريب، ممنوع التدريب، ما ينفعش تدريب، فكانت الخطوه اللي المفروض ان انا اعملها ان انا اعمل اشهار للاتحاد. الاشهار كان عن طريق مجلس القومي للرياضه كجهه اداريه. طبعا انا توجهت سنه 2006 لمجلس القومي للرياضه
لطلب شهر الاتحاد. استوفينا الاجراءات الكامله 76 مركز شباب. وفينا رسوم الشهر 45 قرش والايصال السداد موجود. اعضاء مجلس الاداره طبعا كلهم كانوا دكاتره التربيه الرياضيه. طبعا وفقا للخبر الطلب بتاعنا بالرفض بناء على ماده 66 والقانون 75 الخاص بشهر الهيئات الرياضيه، وبالتالي احنا رفعنا الدعوه القضائيه بتاعتنا 5711 لسنه 61 قضائيه ضد المجلس القومي للرياضه. نتج عن كده انه احنا وصلنا السنه اللي احنا فيها دلوقتي ان في شهر 12 اللي فات المجلس القومي للرياضه اشهر اتحاد تاني للكاراتيه التقليدي، وفي مصر اتحاد الكاراتيه اللي مؤسس سنه 75 واتحاد الكاراتيه التقليدي اللي مؤسس السنه اللي فاتت اللي هي 2011. وبالتالي جلسه الحكم بتاعتنا في 18/12/2012 في معنى التقرير المفاضل لهيئه قضاء الدوله ان احنا ينتدب لجنه من الخبراء من 3 من التربيه الرياضيه القاهره لمناقشه جوانب اللعبه، الجوانب الايجابيه والسلبيه اللي فيها ومدى الاختلاف بينها ودرجات الاختلاف في التطور. او ان احنا نلجا للوضع اللي موجود دلوقتي ان اصل المجلس القومي للرياضه كسر الماده 66 واشهر اتحاد تاني لا يقدم المعامله بالمثل وشهر اتحاد رياضه اللوتس وباقي الالعاب القتاليه او غير القتاليه اللي في ناس كتير قوي عايزه تعمل لها اشهار. احنا مش هنخسر حاجه ان احنا لو عملنا اتحادات والناس دي قدرت ان هي تبقى شرعيه ومشرعه وتقدر ان هي تشتغل على ارض الواقع وكل واحد يسلك نفسه. طب حضرتك بالنسبه لرياضه اللوتس، هل حضرتك استعنت بخبراء عشان يقدروا يحددوا الفرق بين الرياضات الاخرى؟ هو يعني انا يعني مش عايز اتكلم ان الخبراء في مصر خبراء او ما فيش، انما انا يعني الواقع هو اللي بيثبت نفسه. هل في مصر خبراء للفنون القتاليه؟ طيب هل الخبراء دول كان في نتائج ظهرت منهم على الساحه الدوليه؟ هل الخبراء دول عملوا منظومات قتاليه معينه مثلا لمقاومه التحرش اللي بيحصل الايام دي؟ هل عملوا منظومه لمواجهه البلطجه في اثناء الثوره؟ هل عملوا منظومه قتاليه مثلا لافراد الشرطه وافراد الشعب لما كانوا بيضربوا بعض مثلا في ميدان التحرير؟ مش شايف. انا مش شايف اي منظومه قتاليه موجوده في مصر، وبالتبعيه مفيش خبراء موجودين في مصر في الفنون القتاليه، وبالتالي انا عشان انا ارجع لخبراء مش موجودين من الاصل عشان يقيموا لي اللعبه موجوده او لا، انا ليا من الواقع اللي موجود خارج مصر ما يثبت، واصبح الفضاء الالكتروني مفتوح دلوقتي ان انت لو عايز تعرف اي حاجه موجوده في العالم النهارده ايه الجديد اللي حصل بنقدر ان احنا نعرفه، وبالتالي انت تقدر ان انت تقيم نفسك من غير ما تحتاج ان انت ترجع للفريق او ترجع لحد. مشكلتك ان انت عارف قيمت نفسك صح. طيب هل المنتج بتاعك الاخير السيان كان كتاب او كان ماده علميه او كان تدريب ناس او حاجه، هل ده برز وضع على ارض الواقع؟ هل في فرصه ان انت تقدر ان انت تبرز نفسك على ارض الواقع؟ هل انت تقدر تطلع كتابه؟ هل انت تقدر تعمل شغل تدريبي شرعي ان هو ينزل السوق وتقدر كل الحاجات دي بعد 30 سنه ممنوع ان ننشر فنون قتاليه؟ ليه؟ ده السؤال. باختصار شديد حضرتك تقدر تقول لنا الفرق كده ببساطه للمستمع ما بين رياضه اللوتس ورياضه التايكوندو او الجودو؟ رياضه اللوتس مبدئيا لو بنتكلم عن الضربات الإيدولية، الفنون القتاليه مجتمعه الضربات الإيدولية في جدول بسيط للحساب هي عباره عن 15 ضربه ما بين 15 و 16 يعني. رياضه اللوتس فيها 30 ضربه بالايدولية 15 ايد و15 رجل. ده بما معناه ان في 15 ضربه ما بين ايد ورجل مختلفه في رياضه اللوتس عن باقي الرياضات. طب حد ممكن يسالني يقول لي طب هل مجموعه الضربات الجديده دي سليمه؟ اللي يثبت كده التطبيق الواقعي، ودي طبعا تطبيقها من سنه 93 لسنه 2003 على قطاع كبير جدا من الناس حوالي 2000 واحد اتدربوا رياضه اللوتس، وده مثبت من الاستثمارات بتاعتهم من شرايط الفيديو اللي اتدربوها ومن العروض اللي اتعملت في اسكندريه. وبالتالي ادي جزئيه معينه. الجزئيه الثانيه ان الادوات المستخدمه في اللعبه اللي هي الاسلحه بتاعت الاشتراك دي بتختلف تماما عن كل الاتحادات اللي موجوده في مصر، وبالتبعيه بتختلف في نص عدد الاسلحه اللي هم 12 سلاح فحوالي 6 اسلحه من الاسلحه اللي موجوده يعني خارج مصر. تعتقد ان مصر تكون رائده في القضيه دي؟ احنا بنتمنى طبعا ان مصر تكون رائده في رياضه اللوتس، وده محتاج منظومه كامله من التدريب. ده بيبدا من ان الشخص نفسه بيتدرب تدريب فردي وتدريب جماعي مع المحيطين بيه علشان نقدر ان احنا لما نيجي نطلب انتقاء لعدد كبير من الناس
وناخد صفوه معينه منهم ذهنيا وبدنيا نقدر ان احنا نكون منهم قوات لنشر اللعبه خارج مصر، نلاقي خامه موجوده من الناس موجوده، يعني تقريبا المفروض ان قطاع كبير جدا من الشعب يلعب. دول فيها نفس الوضع. معظم الناس بتلعب كل الرياضات، وبالتالي لما بتحصل عمليه انتقاء ما بين رياضه ورياضه بنقدر ان احنا نلاقي الشخص والخامه الكويسه اللي نقدر ان احنا نطلع منها خبير في رياضه معينه. استاذ صلاح، عايزين نسال سؤال كبير، هو الهدف من الرياضه؟ والله انا مبدئيا هدفي اصلا الشخصي ان مصر يبقى لها الفن القتالي الخاص بيها. ده مش يعني مش تقليدا لدول ثانيه، لا ده ان مصر هي اصل الفنون القتاليه، وبالتبعيه اصل الفنون القتاليه لازم يكون من مصر، وبالتالي مصر لازم يبقى فيها الفن القتالي الخاص بيها. ممكن يكون نص رياضه اللوتس مستمده من الواقع القديم والحضاره المصريه القديمه، انما في نص مطور وده اللي انا استحدثته فيها، وده متفق مع موهب من القديم اللي احنا لقيناه. طبعا الهدف الثاني ان الفرد والمواطن المصري يبقى من المستوى القتالي الذهني والبدني اللي يؤهله ان هو يكون المواطن المصري على وعي معين وعارف يعني ايه فن قتالي. وللاسف يعني لو في حد بيلعب فن قتالي ما كانش في حاجات كتيره ممكن ان هي بتحصل بالوضع اللي موجود دلوقتي. المشكله ان بيتفهم ان لو الشخص لعب فن قتالي ان هو هيكون اكثر تحشم وتوحشا واكثر عنف، وده طبعا غلط. الشخص لو درب فن قتالي كويس هيقدر يعرف مدى خطوره الفن القتالي، هيقدر يعرف مدى خطوره ان هو لو استخدمه، وبالتالي لو في حد تاني قدر ان هو يعمل حاجه مخله او حاجه ما هياش في سياق المجتمع الطبيعي بيقدر ان هو يوقفه. حد اعتدى على حد عمل حاجه مع حد، الشرطه مش هتبقى موجوده لكل بني ادم كل انسان، انما الناس في سلبيه لان هو مش هيقدر ان هو يواجه شخص ما بيؤدي اعمال عنف معينه، انما الفن القتالي مش اعمال عنف، الفن القتالي منع عنف، وده هدف الاساسي. حضرتك كونت فريق من المدربين؟ الفتره اللي من 83 ل 2003 زي ما قلت لحضرتك كان في مجموعه كبيره جدا بتتدرب اللعبه. توقفت في الفتره اللي من 2006 لغايه النهارده عن التدريب لان احنا كان في قضيه شغاله في مجلس الدوله، فبتبعيه الحال انا مستني الرد بتاع القضاء. انما لما اتحدث القضيه الحكم في 2012 احنا المفروض ان احنا نشتغل دلوقتي على ارض الواقع. لسبب لان متضح من الواقع ان مجلس قانون الرياضه تعالى ان هو رفض شهر الاتحاد لانه بطبيعه الموقف اشهر اتحاد تاني لرياضه الكاراتيه اللي هي كاراتيه التقليدي، وهو لعبه الكاراتيه موجوده اصلا. تمام؟ التعديل المفوضيه اذا كان بيتكلم عن ان احنا ما ننهكش اللعبه او نطلع منها الغرض الصح، ده مش غلط، ده الصح. وانا كفرد وانا اللي عامل اللعبه بمجهودي الشخصي، انا ارحب يبقى في معايا ناس من الفنانين وناس من الخبراء لو كانوا موجودين خبراء يشتغلوا معايا نطلع بلعبه وسطيه قويه خاصه بيهم. طيب حضرتك بيان الاتصال بيك عشان خاطر الشباب اللي عايزين يعرفوا يعني ابسط حاجه عشان يبقى احنا طبعا في العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، طبعا العصر ده عصر الكتروني والعالم كله خارج مصر بيتعامل الكترونيا. مش يعني انا مش قصدي ان احنا عشان بس نبقى متطورين وكده، لا، الطبيعه الجغرافيه اللي موجوده وازمه المواصلات وازمات كتيره اللي موجوده، احنا عشان نقدر نتواصل كلنا كمجتمع مع بعض. المجتمع الالكتروني ده اسهل حاجه وابسط حاجه. اي شاب عايز او اي فتاه او اي انسان سنه كبير او صغير وعايز يشترك معايا، مجرد ان هو يدخل على جوجل سيرش يكتب رياضه اللوتس او يكتب رياضه اللوتس هيطلع له كل الروابط وكل الكلام الخاصه بالرياضه كلها. استاذ صلاح، في نهايه البرنامج باذن الله هنتقابل مع بعض بعد الحكم ونتمنى لك التوفيق. هات الشغل.